الساعة 3 الفجر، وإنت لسه عمال تعيد وتزيد في غلطة عملتها من 5 سنين. لو كنت عملت كده، لو ما كنتش رحت هناك، لو كنت خدت القرار التاني. وكأنك محبوس جوه سجن ملوش قضبان، بس حيطانه هي الندم. تعال نكسر القفل ده بكلمة نبوية بتفصل الماضي عن الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ليه؟ عشان الثغرة دي هي اللي الشيطان بيدخلك منها، عشان تتعب قلبك وتهدم يقينك. رسالة لقلبك: اللي حصل كان لازم يحصل بالملي وفي ميعاده. ربنا تنزه عن العبث، ربنا هو خالق الأقدار. لو ما بتبنيش مستقبل، دي بتهدم حاضر. اقفل الباب ده بقدر الله وما شاء فعل. اطمن، طريقك اللي مشيته غلط هو اللي علمك تمشي صح. أنا قبلة وراجعين للأصل. لو محبوس جوه لو دلوقتي، اكتب القادم أجمل، وفكر حد ندمان قوله إن اللي جاي لسه مكتوب بإيد الله.